ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. وقبل ما ندخل على وصفتنا الحلوة دي، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ده كده ايه جبت لكم النهاردة؟ هنعمله جاتوه شاتوه. عايزين ناكلوا حاجة حلوة يا ماما؟ طيب خلاص هعمل لكم ايه. ما عملتش انا الكيكة دي من زمان، فانا قلت اعملها واطلعها معاكم. كده انا جبت الدرق اللي انتوا شايفينه ده، علشان طبعا انا هعملها بالهاند بلندر. بدل ما اعملها في الخلاط يبقى كله ايه في الدرق ده، وما نوسخش الدنيا. كده المج ده انا حطيته سكر. انا كنت مش حاطه المج كامل، فانا كملت المج بقيه السكر. يعني هيبقى المج كامل سكر، ومج والميه كامله في المج، والزيت نفس الطريقه. يعني انتوا شايفينه ناقص، بس انا كملت بقيتهم علشان تطلع الوصفه مظبوطه. كده انت حطيتي ميه عبير؟ ايه ده؟ مش الوصفة دي بتتعمل باللبن؟ لا والله صدقيني طلعت تحفة وجميلة، أروع من اللي بتتعمل باللبن. بجد يا عبير؟ أيوة بجد والله. أنا عملت كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مش دي كل المقادير، كل حاجة هتيجي وقتها. دي كده يجي 3 معالق كبار هرميين من الكاكاو الخام. أنضف كاكاو عندك حطيه عشان يديك الطعم الحلو الجميل ده. فانا نخلتهم يا جماعة علشان لو في تكتلات من مكان الركنة في التلاجة، فيبقى فاكك ويبقى معاكي مش عامل كلاكيع ويكتل معاكي في قلب الوصفة. كده واحدة واحدة كده بضربه بالهاند بلندر، وبعد ما بيضربه حلو قوي احنا مع بعض واحدة واحدة. صدقوني الوصفة دي طلعت رائعة جدا، عجبتني بجد عجبتني. انا قلت انا هعملها وطلعت حلوة هطلعها لكم، مطلعتش حلوة وما ظبطتش مش هطلعها معاكم. بس صدقوني هي طلعت جميلة جدا. كده اهوت زي ما انتم شايفين انا ضربتها حلو قوي. طبعا جبت المج ده ونقصت منه كده زي ما انتم شايفين، خدت منه مج وركنت التانيين على جنب. طبعا معايا 3 بيضات، هننزل واحدة واحدة كده. كل مرة اقول لكم بلاش الحركة دي، ولازم نعمله في الطبق او في بولة او في اي حاجة، بس برضو بنسى وبعمله في قلب الوصفة وساعات بينزل قرش فيه. دي بقى المشكلة، لو نزلت قشرية وانتي مش واخدة بالك، فتجنبوا الحتة دي. كده 3 بيضات هنضربهم، نحط الفانيليا. عندك فانيليا سايلة ماشي، ما عندكيش خلاص اللي عندك موجود حلو وزي الفل. كده دي بين صوابعك كده ملح عشان الوصفة تبقى ظابطة معاكي. خلاص كده نضربه بالهاند بلندر. وطبعا كده انا ماشية معاك واحدة واحدة ومش مستعجلة خالص، بكلمكم على الهادي على الهادي يا زبادي. محطناش في الوصفة بتاعتنا خالص لبن. يعني مش هقولك بقى اقتصادية والكلام ده، كل حاجة بقت مكلفة يا جماعة والله بجد. يعني كل حاجة، بس احنا مش هنعمل حاجة لعيالنا، لا هنعمل لهم برضو، بس نشيل حاجة من الحاجات اللي ايه تبقى مكلفة. يعني مش موجود اللبن، مش ضروري اللبن، هنعمل بالمية، مش هتقف على اللبن. بجد هتبقى حلوة والله جميلة جدا. طبعا الدرق كده كده انتهى معايا الوقت بتاعه كده خلاص. المرحلة بتاعته انتهت معايا كده. وجبنا ايه بولة كده حطينا فيها الخليط، وجبت كوبايتين دقيق زي ما انتوا شايفينهم كده، اللي هي كوباية الشاي العادية، مش المج الكبير قوي ده، لأ، اللي هما الكوبايات اللي هي العادية. وده الباكت البيكنج باودر، باكو كامل، كيس كامل كده زي ما انتوا شايفين من الوكي شيف.
طبعا بتضيعيه مع الدقيق كده، وبعد كده بتضيعه كله في قلب الخليط. صدقوني الوصفة دي كانت جميلة جدا. بصوا عجبتني، هي عجبتني فعلا. يعني انا مليش في الحلويات قوي، بس الوصفة دي انا صدقوني انا اكلت منها القطعة. انا ما بقيتش حاسة انا باكل ازاي، يعني طعمتها حلوة جدا جدا. بجد والله العظيم انتوا اعملوا حاجتكم كده في قلب البيت. الجاتوه بتشتروه من بره القطعة ب15 جنيه، وبقت ب20 جنيه، وبقت أسعار كده راحت في داهية. فالله المستعان انت بتعملي حاجتك برضو بتكلفة برضو مش كتير برضو زي بره، بس هتاكلي وتشبعي. انت بتجيبي حاجات محدودة، لكن انت بتعملي حاجة في البيت، انت هتعملي بوفر وهتاكلي وتشبعي. انت مش عندك الصاج ده يا جماعة، الصينية دي مش عندك، اللي هي الفورمة دي، اعملي في صينية عادية خالص، مش ضروري. انا كانت متوفرة عندي الحاجة دي وقلت اعمل فيها كده. زي ما انتم شايفين دهنتها زيت، وحطيت ورقة الزبدة، وصبيت فيها الخليط كده اهوت، زي ما انتوا شايفين خطوة بخطوة. زي انا بقى ما عنديش خلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي، فانا هقول لا، يعني هنقف لا، متجيش بيقولك الصرف في السكينة كده، رايح جاي وطلعي منها الهوا كلها. زي الفل. حطيها بقى على درجة حرارة 180، قعدت معايا 20 دقيقة بالظبط. ده يا عبير؟ ده انا قلت اما ده طعم بقى كده، بما ان ما فيهاش لبن، فقلنا ندلعها. ازاي يا عبير؟ جبت حتتين شوكولاتة زي ما انتم شايفين كده، ادت لها حمام بخار، بس ما سيحتهاش زي ما انتم شايفين برضو قوي قوي كده. قلت اسيب فيها حتت كده، تبقى يعني تدي تبقى فيها حتت كده شوكولاتة، تبقى انت وانت بتاكلي القطعة تحسي بالشوكولاتة تحت ضرسك كده وانت بتاكليها، تديكي طعم حلو. وفضيت عليها المج اللي انا كنت عيناه على جنب ده، بقت كلها اكنك انت عاملاها كلها شوكولاتة. بجد كانت روعة، خطيرة، كانت خطيرة جدا. كده بعد ما طلعت بعد 20 دقيقة، سبتها تهدى خالص وبردت، وبعد كده هطلعها من الفورمة بتاعتها دي. ليه بقى؟ على حاجة زي ما انتوا شايفين كده، عشان كمان لو فيها بخار او فيها حاجة يعني انا مش عايزاها تبقى ساخنة. وبطلع منها الورق الزبدة كده بالراحة، لان كانت في حتت جوه الكيكة لازقة جواها. انتي بتعملي ده بقى يا عبير؟ ده شربات سيرم خفيف قوي قوي، يعني انتي مش عايزة تقيل، شربات خفيف. وبسقيها كده زي ما انت شايفة، من فوق ومن تحت كده، سقيتها حاجات بسيطة كده. وبعد كده بجيب طبق او صينية او اي حاجة، بس الطبق يا جماعة كان صغير، يعني يا دوبك على قدها، بس طبعا السوائل اللي انت بتحطيها طلعت من ناحية تانية. هعمل بقى؟ ابوظ الدنيا واعقد الدنيا؟ لا طبعا. جبت الصينية بقى دي، قلت دي اللي موجودة عندي وتنقذ لي الموقف. فقلت هطلعها في التصوير يا جماعة الصينية دي، ما هعمل هسيبها تبوظ الدنيا؟ لا طبعا. الصينية مش وحشة، يعني ده صينية ألمونيوم، يعني بتاعت فطار أو عشاء، صغننة وجميلة كده محندقة. وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. صدقوني لقيت في الصينية تحت الطبق صوص شوكولاتة رائع كتير، بقينا ناخده منه طبعا ونحطه على الشوكولاتة، حتة الجاتو. انا مسمياها جاتو. هي فعلا والله العظيم احلى من الجاتو، بجد خفيفة جدا وحلوة ولذيذة قوي قوي. اعملي الوصفة دي هتعجبك جدا. هتاكلي القطعة كأنك بتاكلي حاجة شوكولاتة صافي، يعني انت فاهميني. الوصفة ناجحة يا جماعة بجد.
انا كنت خايفة منها تطلع فاشلة او تطلع مش ظابطة، بس لا، هي طلعت جميلة جدا، واللي بتعمليها كده وبالبركة والله بتطلع زي العسل وزي الفل كده. انا عندي جبت شوية تزيين من عندي، بما انها بقى غامقة قلت نديها حاجة كده تفتحها شوية. وجبت الفستق والكداب ده، وقمت ايه حطاه كده زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة، القطعة جميلة جدا بجد، حلوة قوي. ومع السوش الشوكولاتة بجد رائعة، حلوة جدا جدا جدا. كل اللي كلها اتهوس كده اتهبل. انا عملت كيكة شوكولاتة كتير، بس بطعم دي بجد لا. فالوصفة دي ناجحة ناجحة بجد، حلوة جدا. اعتمدوها وان شاء الله هتعجبكم قوي وهتدعولي ان شاء الله. بصوا قد ايه جميلة قوي. طبعا تحت الطبق ده في الصينية اللي محطوطة تحتها صوص شوكولاتة، يمكن باين في الكاميرا. لو جت شوية كده هتلاقوه باين ظاهر شوية. طبعا ده مش هيترمي يا جماعة، لا طبعا ده مكلف، فمش هيترمي طبعا. هتاخديه وتفضيه في حاجة وتحطي على القطعة اللي انتي تاخديها شوية صوص شوكولاتة كده، يبقى مية مية وعظمة يا ست الكل. وشوية حليب بلبن بشاي، شاي بحليب وشاي بس، تبقى تحفة مع فنجان قهوة كمان رائعة بجد. كانت عسل عسل عسل. الوصفة دي اعتمدوها واعملوها عندكم، ويا رب تكون كل حاجة بعملها بتعجبكم، وان شاء الله هتعجبكم. الوصفة حلوة وعجباني قوي. وطبعا انا بقول لكم ميرسي قوي على كل كومنتاتكم الحلوة. وما تنسونيش في اللايك يا جماعة، لايك كتير ولايكات حلوة كتير منكم بترفع لي كل حاجة عندي، يعني بترفع لي معنوياتي، بترفع لي نفسيتي، يعني بترفع كل حاجة فيا، بترفع قناتي. انا بيكو وانتوا واحنا مع بعض كده مكملين ان شاء الله بإذن الله. يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ولايكات كتير، وبقول لكم باي باي مع السلامة. شفتوا قد ايه الشوكولاتة حلو. باي باي.